هنا بصينا على الميكانيكال كاركتر بتاع كل واحده فيهم هنطلع اختلافات واضحه جدا. السلو تويتش مثلا عندها القدره انها تخرج لنا انرجي اثناء الايروبيك تريننج بشكل عالي جدا، لان جسمك وقتها بيبقى داخل له اكسجين وبيبدا يتنفس بشكل كويس اثناء التمرينه دي، فجسمك بيبدا ياخد وقته وبيبقى عنده القدره انه اثناء الوقت ده يبدا يعمل التفاعلات الكيميائيه اللي هو محتاجها في وجود الاكسجين عشان يطلع الانرجي اللي هو عايزها. التفاعلات دي والانرجي اللي طالعه دي تقدر تكمل معاك ساعه وساعتين وثلاثه طول ما الانتنستي او الشده بتاعه التمرينه اللي انت بتعملها قليله. السلو تويتش ماسل فايبر عندها القدره انها تمدنا بالطاقه لمده طويله جدا، ولكنها ما بتتعبش طول ما الشده متحجمه والشده مظبوطه. لو فكرت تبدا تعلي شده التمرين وقتها الفاست تويتش ماسل فايبر هتبدا تتدخل ونسبتها كماسل فايبر هتبدا انها تزيد اكتر من السلو. فاست تويتش ماسل فايبر عموما عندها القدره انها تطلع لنا اكسبلوسيف باور زي ما اتكلمنا وقدره عاليه جدا من الطاقه، لكنها مش هتقدر تكمل معانا لمدد اطول. التفاعلات بتاعتها بتحصل في غياب الاكسجين او في عدم وجود. يبدا يحصل حاجه اسمها الاي تي بي فوسفوريليشن، فناتج المعادله اللي بتحصل دي جسمك بيبدا يطلع اي تي بي بيبدا يستخدمه اثناء التمرين بتاعه او الكومبيتيشن بتاعته عشان يخرج طاقه سريعه جدا، ولكنها مش هتستمر لمده طويله وهتنتهي بسرعه.